ده من برنامج الحكاية. اليوم فقدنا عم صلاح السعدني، ولفظ عم يستخدمه المصريين للكفاءة. هو عم صلاح السعدني، زي ما في عدد من الكتاب والمفكرين بنستخدم معاهم لقب الأستاذ. فده عم. يعني ايه عم؟ يعني الاحترام، يعني التفوق، يعني الموهبة. هذا الرجل الذي توفى عن 81 عام هو نموذج للموهبة المصرية، هو نموذج للفنان المحترم، هو نموذج للإنسان اللي بيقدس عمله، اللي بيحب شغله، اللي بيحترم جمهوره. نحن نتحدث عن فنان عمل 200 عمل درامي على الأقل. كم يا سادة؟ 200. هذه الأيام لما واحد يعمل له 4 مسلسلات ولا 5 مسلسلات في رمضان ورا بعض يبقى باشا، يعني ما حدش يقدر يكلمه ولا يقرب له. إنما هذا الرجل لو تشوفوا حصيلة أعماله، لو تشوفوا التنوع في أدواره، عم صلاح السعدني هو عم الفنانين. هو ينتمي لجيل عظيم، ينتمي للجيل اللي فيه الزعيم عادل إمام، ينتمي للجيل اللي كان فيه المرحوم سعيد صالح، ينتمي إلى جيل مثقف. يعني ايه مثقف؟ يعني الراجل ده وهو بيمثل تحس ان هو عنده وعي، مش جاهل، مش موجود بالصدفة. قرا كتاب، عارف يعني ايه دراما، عارف يعني ايه شخصية. ينتمي الى جيل المثقفين، ما ينتميش الى جيل العشوائيين. ولذلك كان دايما الانطباع اللي تحسه وانت بتتفرج على صلاح السعدني انه ينتفض وعيا، وهو ينتمي لعائلة كلها الوعي. عم محمود السعدني، حتى نجله احمد السعدني، نجد فكرة الالتزام، فكرة الاحترام. هذا الرجل عام 2014 اما شعر كده انه يعني هو جيد، هو يعني قام بدوره، هو عمل كل ما يعني يحبه، فقرر الاكتفاء والجلوس والمراقبة، ويظل اسمه زي البرلنت، زي الألماظ. وصلاح السعدني هو ده القيمة المصرية. يعني ايه القيمة المصرية؟ اما تيجي تتكلم عن مصر انت تتكلم على الموهبة. الموهبة منذ الإنسان الذي صمم الهرم لغاية المواهب اللي موجودة الآن، ومنها العظيم المرحوم صلاح السعدني، ومنها رجل عبقري زي عادل إمام. اليوم هذا الرجل عندما توفى، من المرات القليلة جدا في الفترة الأخيرة التي تجد إجماعا، لم نجد أحد بقى يقلل من شأنه ولا أصله ما كانش أو كان أو ليه مواقف. لا، المجتمع المصري والعربي كله يؤبن صلاح السعدني ويشعر بالحزن، ولكن هو ممزوج بالاحترام، هو ممزوج بالتقدير، هو ممزوج بمصر. هذا الرجل هو رمز للثقافة المصرية. يعني تعرف مصر بتملك ايه؟ نحن لا نملك مواردا أساسية أو نملك ثروات. ثرواتنا في مواهبنا، ثرواتنا في وعينا، ثرواتنا في ثقافتنا، ثرواتنا في عقلنا. هذا العقل المتفتح العظيم قد توفى اليوم، ويمشي وراءه كل فنان في مصر ويقول عم صلاح السعدني قد
توفى اليوم ولكنه يترك أغنية على الممر، يترك ليالي الحلمية، يترك الكثير من الأسماء العظيمة. ويعني تقعد انت بقى تتفرج وتشاهد هذه اللقاءات المثقفة، هذه النوادر العظيمة. هذا الرجل الذي يستحق كل الاحترام. نعزي عائلته، نعزي أصدقائه، نعزي أحبابه. وزي ما بقول لحضراتكم هو فلتة. وهذا الرضا اللي موجود عند هذا الرجل، أنا أقدم فن، أنا لا أبحث عن المفرقعات، لا أبحث عن المناكفات، لا أبحث عن المنافسات، أنا أبحث عن الفن الجميل. أقدم دور يظل باسمه. يعني هذا الرجل لا يموت، سيظل العمدة وتظل أدواره في الرصاصة لا تزال في جيبي، في كل هذه الأعمال، في أرابيسك، في أبناء الأعزاء شكرا، في كل يعني أنت تتكلم عن ملاحم، مسرح، تلفزيون، سينما، وجود. الناس ديت شكلت وجداننا، الناس ديت خلتنا نشعر بالوجود المصري. انت كيف تشعر بمصر؟ كيف تعرف مصر؟ انت تعرف مصر من خلال الموهبة العظيمة. وترى في عزاء هذا الرجل وفي جنازة هذا الرجل مواهب كلها موجودة تقول نحن هنا لنتذكر الموهبة العظيمة، لنتذكر هذا الرجل الصوفي في الفن. صوفية الفن لم يكن موجودا لكي يتمتع بالبريق والنجومية والتعالي والغرور، ولكن يتمتع بالفن، يتمتع بالوجود، يتمتع بتشريف بلده، يتمتع انه تقدر تقول انه كان في فنان مصري ممثل عبقري عظيم مثقف اسمه صلاح السعداني. كل التعازي للوسط الفني، كل التعازي لأبنائه، كل التعازي لأشقائه، كل التعازي لأصدقائه. كل الناس تتحدث عنه ذهبا وألماظا وياقوتا ومرجانا. كل الناس تتذكر عنه الاحترام، العظمة، القدرة، الموهبة، الالتفاتة، العينين، التمثيل، النطق، القدرة. الراجل ده يا جماعة ابتدى يمثل من قبل الستينات. احنا بنتكلم في ايه؟ مشوار. دي الناس اللي نحتت في الصخر، دي الناس اللي تعبت، دي الناس اللي وقتها بقى لا كان سوشيال ميديا ولا ترند ولا انستجرام ولا اعمل لك فوتو سيشن. لا، هو بيعمل مستقبله بايده. هو بيطلع كل سلمة ويمسك بايده السلمة اللي وراها. نهجان كبير، عرق كثير، هؤلاء هم الأبطال. هو لم يكن بطلا فقط في الدراما، ولكن كان بطلا في الحياة. الصراع ولقمة العيش الصغيرة والرضا بأدوار صغيرة، وإنك تبتدي دور. هو عادل إمام ربنا يديله طولة العمر كان ابتدى إيه؟ دسوقي أفندي مع فؤاد المهندس الوكيل بتاعه، دور بلد شهادات صحيح نفس الحكاية، صلاح السعداني القهوجي اللي مش عارف ايه، كل الكلام ده دور يطلع صغير، دور في دور في دور، لغاية ما يوصل من الصغير إلى العمدة، إلى الانطلاق،
إلى البريق، إلى العظمة، إلى الاسم. مفيش حد ما يتمناش اسم زي اسم صلاح السعدني. هذه الأسماء لن تتكرر. طبعا حضراتكم هتقولوا لي مصر ولادة، وما طبعا ولادة وكل شيء، ولكن في ناس ما تتكررش وصعب انها تتكرر. هذا الرجل العظيم الله يرحمه، وصحيح احنا فقدناه، كان ليا الشرف والفرصة كذا مرة طبعا اقابله واشوفه واتكلم معاه، ولكن هو لن يتكرر. وهو اهلاوي جميل، كان بيحب الاهلي، وابنه طبعا برضه من عشاق النادي الاهلي، فنان عظيم الله يرحمه.